جاهزين لفك الشفرة؟ أهلا بيكم ومعاكم المفكر. والنهاردة هنتكلم في موضوع غامض ومليان ألغاز شوية. هو ليه مواقع الدارك ويب صعب تتقفل؟ وحتى لما الحكومات بتقدر تحجب أي موقع عادي في لحظات، إيه السر ورا ده؟ وهو إزاي فعلا بيتم الحجب؟ في الفيديو ده هنفكر مع بعض بعمق ونعرف إيه اللي بيحصل ورا الكواليس. فلو النوعية دي من الفيديوهات بتعجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. تخيل معايا كده إن الإنترنت زي مدينة ضخمة، كل موقع فيها عبارة عن مبنى بعنوان ثابت، وكل مرة بتفتح موقع كأنك بتدخل عنوان معين في المدينة دي. مواقع زي فيسبوك، يوتيوب، أمازون كلها مباني عملاقة، وكل واحد فينا لما بيدخل الإنترنت بيتمشى جوه المدينة دي. لكن المشكلة إن المدينة دي مش مفتوحة على البحري، في كاميرات في كل مكان وعيون بتراقب كل خطوة بتاخدها. مش بس كده، في حراس واقفين عند كل شارع يقدروا يقفلوا أي طريق في لحظة. أهو نفس النظام التخيلي اللي انت سمحته ده هو اللي بيتم في الحقيقة. بس الأول خلينا نعرف، لو الحكومة عايزة تحجب موقع بتعمل إيه؟ ومين أصلا اللي عنده السلطة اللي تخليه يتحكم في المواقع سواء تتقفل أو تشتغل؟ وهنا بيظهر دور ال ISP أو مزود الخدمة. طيب إيه هو ال ISP؟ ببساطة هي الشركة اللي بتوصلك بالإنترنت. يعني لما بتفتح موبايلك أو الكمبيوتر بتاعك بتدخل على موقع، البيانات بتمر الأول على الشركة اللي موصلة ليك الإنترنت. يعني تخيل إنك بتكلم حد في التليفون، بس قبل ما توصل له المكالمة بتعدي على شركة الاتصالات الأول. نفس الفكرة بالظبط. طيب دلوقتي طالما كل بياناتك بتمر على مزود الخدمة، ده معناه إنه يقدر يشوف كل حاجة بتعملها، ويقدر يمنعك من الدخول لأي موقع بضغطة زر واحدة. طيب خلينا نبسط الموضوع شوية. احنا دلوقتي عرفنا ان مزود الانترنت او ال ISP هو المسؤول عن توصيلنا بالانترنت، وانه بيقدر يشوف كل حاجة بنعملها. لكن ازاي بيحجب الموقع فعليا؟ هل الموضوع مجرد زرار بينضغط عليه وخلاص؟ خلينا نفهم القصة مع بعض. اول طريقة واللي بتكون الاسهل وهي عن طريق حاجة اسمها ال DNS. طيب ايه هو ال DNS اصلا؟ ببساطة أي موقع على الإنترنت عنده عنوان رقمي بنسميه ال IP address. العنوان ده بيبقى عبارة عن شوية أرقام، لكن عشان إحنا كبشر ما بنحبش نحفظ أرقام بنستخدم أسماء زي facebook.com أو youtube.com. لما تكتب اسم أي موقع في المتصفح، الجهاز بتاعك بيروح يسأل حاجة اسمها DNS سيرفر عن عنوان الموقع الحقيقي، وبعدها يبدأ الاتصال. لكن لو مزود الإنترنت حجب عنوان الموقع في DNS مش هتعرف توصل له، كأن بالظبط حد حذف اسم الشارع من الخريطة. يعني ببساطة مزود الإنترنت بيقدر يمنعك من الوصول لأي موقع بمجرد إنه يشيل اسمه من سجل العناوين اللي عنده، وبكده أنت مش هتقدر توصل للموقع ده. الطريقة التانية واسمها الريدايركشن بلوكينج أو الحذف عن طريق إعادة التوجيه. في بعض الأحيان مزود الإنترنت مش بس بيحجب الموقع عنك، لكنه بيخدعك عن طريق حاجة اسمها إعادة التوجيه الإجباري. بمعنى إنك لما تحاول تدخل على موقع معين، مزود الإنترنت بيحولك لصفحة تانية فيها رسالة زي هذا الموقع غير متاح أو تم حظر هذا الموقع لأسباب قانونية. الفكرة هنا مش بس يمنعك من دخول الموقع، لكن كمان تحذيرك إن محاولة الوصول للموقع ده بتكون متراقبة. لكن في بعض الدول الحكومات مش بس بتحجب الموقع، لا دي بتراقب كل البيانات اللي بتخرج وتدخل من عندك، وده بيتم باستخدام حاجة اسمها ال DPI أو الفحص العميق للبيانات. الطريقة دي بتكون خطيرة جدا لأنها بتسمح لمزودين الإنترنت بمراقبة نوع البيانات اللي بتخرج من جهازك، مش بس معرفة المواقع اللي بتزورها. وده معناه إنه يقدر يمنعك مش بس دخول مواقع معينة، لكن حتى طرق التحايل زي ال VPNs أو التور براوزنج. وده السبب إن بعض الدول مش بس بتقدر تحجب المواقع، لكنها بتحظر أدوات تجاوز الحجب نفسها. دلوقتي عرفنا ازاي بيتم حجب المواقع، بس السؤال الأهم، ازاي بعض المواقع زي الدارك ويب بتفضل شغالة رغم كل اللي بيحصل ده؟ وهل في طرق للتحايل على الرقابة؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا ان الحكومات ومزودين خدمة الانترنت عندهم اكتر من طريقة لحجب الموقع، زي مثلا ال DNS او اعادة التوجيه او الفحص العميق للبيانات. لكن الغريب ان رغم كل ده مواقع الدارك ويب بتفضل شغالة زي ما هي وكأنها في عالم تاني. فازاي ده بيحصل؟ وازاي الانترنت العادي مختلف عن الدارك ويب؟ خلينا ندخل في التفاصيل ونعرف ايه السبب. معظمنا لما بيدخل على الانترنت بيستخدم حاجة اسمها الويب السطحي او السيرفيس ويب، اللي هي المواقع العادية زي فيسبوك، يوتيوب، وجوجل. دي مواقع مفتوحة للجميع وبتقدر توصل لها بسهولة من خلال محركات البحث العادية.
لكن الدارك ويب مش كده، المواقع اللي هناك مش هتلاقيها في جوجل ومش هتقدر تدخلها بالطريقة العادية. طيب ليه؟ لأن ببساطة مواقع الدارك ويب مش بتستخدم نفس نظام العناوين اللي الإنترنت العادي بيستخدمه. اللي بيخلي الدارك ويب مختلف عن بقية المواقع العادية هو العنوان بتاعه. انت لو ركزت في عنوان موقع عادي هتلاقيه بينتهي بكلمة .com، والعنوان ده بيتم ترجمته عن طريق DNS عشان الجهاز بتاعك يتصل بالسيرفر. لكن في الدارك ويب الموضوع مختلف خالص. المواقع في الدارك نت مش بتستخدم العناوين العادية دي، ولكنها بتستخدم حاجة تانية اسمها Onion Addresses، والعنوان بيكون عبارة عن حروف عشوائية بتنتهي .onion، وده معناه إن حتى لو الحكومة حاولت تحجب المواقع دي عن طريق DNS مش هتقدر، لأن المواقع دي مش موجودة أصلا في نظام DNS العادي. وحتى برضه لو الحكومة قررت إنها تستخدم طريقة تانية زي الفحص العميق اللي هو DPI عشان تراقب الموقع، في الحالة دي الدارك ويب بيكون عنده حل ذكي جدا، وده عن طريق حاجة اسمها التور نتورك. وخليني أفهمك شبكة تور دي بتعمل إيه. ببساطة كده، لو الإنترنت العادي هو طريق مفتوح تقدر تشوف نهايته، فالدارك ويب هو متاهة ضخمة. لما تفتح أي موقع هناك طلب الدخول بتاعك مش بيروح للسيرفر بشكل مباشر، لكنه بيعدي على مجموعة عقد بتكون مشفرة في أماكن مختلفة في العالم. عشان تفهم الفكرة، تخيل معايا إنك عايز تبعت رسالة لشخص معين، لكن بدل ما تروح له بشكل مباشر بتبعتها في ظرف مقفول لشخص تاني في بلد تانية، والشخص ده يبعتها لشخص تاني، وهكذا كل شخص في السلسلة يعرف بس الشخص اللي قبله واللي بعده، لكن محدش يعرف صاحب الرسالة الأصلية أو وجهة الرسالة النهائية. نفس الفكرة بتحصل في شبكة تور. لما تفتح موقع على الدارك ويب طلب الدخول بتاعك مش بيروح بشكل مباشر للسيرفر، لكنه بيعدي في سلسلة من العقد المشفرة، والعقد دي بتكون أجهزة متصلة بشبكة تور في أماكن مختلفة حوالين العالم، وكل عقدة بتستلم الطلب بتفكه جزئيا وتنقله للعقدة اللي بعدها بدون ما تعرف مصدره الأصلي أو وجهته النهائية، وده بيخلي تتبع أي مستخدم أو معرفة هويته شبه مستحيل. يعني حتى لو مزود الإنترنت بتاعك قرر يراقبك مش هيعرف أنت بتدخل على إيه بالظبط، لأن كل حركة المرور مشفرة وموزعة على أكتر من نقطة في العالم. طيب هل ده معناه إن الدارك ويب مستحيل يتحجب؟ مش بالضرورة. بعض الدول بدأت تحارب شبكة تور نفسها وبتحاول تمنع تشغيلها، زي ما حصل في الصين اللي منعت الوصول لشبكة تور بالكامل. وفي أمثلة لمواقع مشهورة تم حجبها ومعرفة أصحابها، زي موقع سيلك رود أو طريق الحرير اللي كان أكبر سوق إلكتروني للممنوعات على الدارك ويب، وكان بيتم فيه بيع المخدرات والأسلحة وتزوير الوثائق وغيره. الموقع ده فضل شغال لمدة 2 تقريبا، لكن ال FBI وصلت لصاحب الموقع وقبضت عليه، وتمت مصادرة بيتكوينز بملايين الدولارات كانت في حسابه. وكمان موقع ألفا باي اللي كان يعتبر الوريث الشرعي لموقع سيلك رود، وكان بيبيع كل حاجة غير قانونية، من بيانات مسروقة لبرامج تجسس وهجمات إلكترونية. الموقع كان بيحقق أرباح خرافية يوميا، لكنه اتقفل في 2017 بعد عملية أمنية قادتها ال FBI. والشرطة التايلاندية قبضت على صاحب الموقع ألكسندر كازياس اللي لقوه ميت في زنزانته بعدها بفترة قصيرة في ظروف غامضة. ودلوقتي بقى عندك فكرة عن ازاي الدارك ويب بيفضل شغال رغم كل المحاولات لحجبه ومراقبته، وكمان فهمت ازاي شبكة تور بتستخدم التشفير والعقد عشان تخفي هوية المستخدمين. في النهاية الدارك ويب مكان معقد، ومهما زادت محاولات الحجب هتفضل دايما في طرق تانية للوصول ليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو عجبتك النوعية دي من الفيديوهات. وبس كده، اشوفكم على خير ومع السلامة.